بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في تسجيل طويل وحدث أمر غريب جدا، يعني أول مرة يحدث لي في الميديا أنك تسجل وفجأة كده التسجيل يعني يتمسح قبل أن يرسل إلى من يريد أن يرسله. نقول اليوم كنا في تصفح لما نشرته وكالة الأناضول التركية الاستخباراتية عن المشهد السوداني، والذي تحدثت فيه بصفحات كثيرة جدا، وحتى لا يسألني سائل عن رابط هذه ال الوكالة، وهو رابط اتجاه واحد، يأتيك الرسائل منه PDF وفيديوهات، ولكن لا تستطيع أن تتعامل معه وتغيب عن الساحة عن المشهد. رفدتنا بكثير جدا من المؤامرات حول السودان، بدأت من التغيير الأول والذي بدأ بواسطة تآمر مأسوني من داخل النظام ومن دول راعت هذا التغيير، دول بعيرية في الخليج وبعض الدول الأجنبية، واستعانت في ذلك أو بذلك على كثير جدا من الذين كانوا يهيمون في أوروبا، وهم يدعون أنهم نشطاء ولكنهم تجار سياسة، وذكرت أسماء كثيرة جدا وصور، وأنه تم نقل كثير جدا من هذه الشخصيات إلى السودان لتعلن برنامجا يحسبون أنه ممكن يكون برنامج تغيير، ولكن أصبح الأمر عصيا عليهم. ثم بعد ذلك انتقلت المعركة إلى معركة التخطيط عبر هؤلاء العاهات من دعاة الحرية والتغيير واليسار والكرزايات وإيتام السفارات، ولكن أيضا وصلوا لدرجة أنهم لا يحققون لهم طموحا، وانتقل البرنامج السيناريو الآخر للتغيير بالقوة، ووضعوا له برنامج وترويج وروجوا له حديثا في الميديا ووعدوا بذلك، وحاولوا أن يستغلوا حركات التمرد في أنها تعمل فعلا مثل ما قال محمد جلال هاشم، ولكنهم فشلوا في ذلك أيضا، وبالتالي جاء التغيير بالطريقة الدقلاوية. ولعله من الغريب إنه يعني انقلب هذا دقله 360 درجة على مواقفه السياسية، والميديا تشهد بذلك. فقالوا ليتم هذا السيناريو في مطبخ السياسة السودانية في أبو ظبي. هرع حميدتي في لقاء مع محمد بن زايد، وجاءت هذه الوكالة باللقاء الذي تم بين حميدتي ومحمد بن زايد، وكان الشهود موجودين ربايب العلمانية الآن، ويرأى في هذا المطبخ المدعو حمدوك وبعضا من رجال المال الماسونيين. ومن الغريب في الأمر أنه كلهم أجمعوا على أنه لازم يتم التغيير بالقوة، في أن يضرب الجيش ويتم إعلان حكومة تعترف بها الدول الراعية لهذا التغيير مع بعض المؤسسات المنظمات الدولية، وتعلن الحكومة ويضرب التيار الإسلامي والتيار العسكري في البلد والوطني ضربة قاصمة. وأعدوا له عدة وأعدوا له متحدثين، الآن هم يعضون الأنامل من الغيظ. وعندما بدأ هذا البرنامج والذي تم ترتيبه للأهبل حميدتي والذي لا يفقه شيئا في السياسة ولا عن السودان، ووضعوا له بالفرض، فرضوا له أن يكون بالقرب منه ياسر عرمان، جايبينه بالاسم ياسر عرمان. وكانت هناك يعني اتصالات ماكوكية بين هذه الغرفة وبين عرمان، ولعل بعض المتحدثين من القحاتة كانوا يشيرون إلى ذلك. كلها matter of time، واحدين كانوا في جروبات بيتكلموا بالإنجليزي the matter of time، وأنه أصبروا شوية كده وما حتلقوا واحد حايم فيهم زي ما قالوا جعفر السفارات.
هؤلاء كانوا يمثلون وما عندهم حيث أمني طبعا، وكان الجيش وكانت الحركات الإسلامية تتابع هذه التفاصيل بالدقة وتعد لها العدة. بدأ الحديث عن برنامج عسكري واضح كما تقول الوكالة، أنه تتم السيطرة التامة على المطارات وعلى القيادة العامة والقصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون، ثم يعلن سيطرة الدعم السريع، ولعل قوى الدعم السريع ذاتها نورت لذلك في الأطراف وفي غيره، في أن يتم استلام السلطة ثم إعلان حكومة ثم الزج بقادة الجيش واحتلال القيادة وتنزيل التعليمات للقوات العسكرية والوحدات في السودان أن تخضع لهذا. هذا كان هو المخطط، ولذلك بدأ وكانوا يحسبون إن الذي يوجد في مروي هو كل الطيران السوداني، ولكن فوجئوا بأنه شوية طائرات وأغلبها طائرات تدريب. وعندما وصلوا بعد 3 أيام لأرسال كثيفة إلى مروي فوجئوا بهذا الواقع، وأن الدعم اللوجستي أو الدعم الشعبي كان ضعيف، وكان بالعكس كان يثير الامتعاض ضد هذه العملية. وبعد أن بدأت العملية وانكشف واتخذ الجيش إجراءاته الكاملة، لجأ المتآمرون في مطبخ السياسة العميلة في أبو ظبي. وأنا أقول ركزوا على حمدوك ده قاعد في أبو ظبي ما ساكت يا أخوانا. لجأوا لبرنامج أن يستعينوا بعمل خارجي، وفعلا بدأت الترتيبات لأن تقوم قوات من ليبيا طيران حفتري يضرب بعض المواقع الحيوية في الخرطوم وخارج السودان أو خارج الخرطوم، مع تحرك كم هائل من السيارات المدرعة أو المدججة بالسلاح عبر الصحراء. وأعدوا العدة وأشرف على هذا الموضوع زول ما قدر نجيب اسمه حسي حساسية الموقف مع الاستخبارات السودانية. وبعد أن قامت هذه القومة سبحان الله ربنا يقيض للسودان أمر كثير جدا. داسوا الزر الأحمر الأتراك والمصريين. المصريين قالوا والزايد لا ما تعمل كده. الأتراك داسوا الزر الأحمر قالوا لي حتى لو اتحركت صمت، وأنا الكلام ده احنا بنقوله ما بيجابلهم عندنا، دي ملفات الاستخبارات التركية. لو أي قوة تتحرك نحو السودان من ليبيا ستضرب فورا. فحصلت جلبة شديدة جدا في حدود السودان مع ليبيا، مع القوات ومع حفتر ومع بعض الوطنيين الليبيين الذين لا يقبلون التدخل في شأن السودان. وقف هذا السيناريو، ونحسب أنه ممكن أن يحدث تهور من بعض الجهلاء والمتهورين في هذه القوات. ولذلك القوات السودانية في حذر شديد جدا من الحدود الغربية، وتنصب الصواريخ والطائرات لأن تمسح أي عمل يأتي من هذه المنطقة. فشل هذا السيناريو. لجأت القوى المتآمرة على السودان وعلى الجيش السوداني إلى سيناريو ثالث، وسيناريو التهدئة والحوار والجلوس ووقف إطلاق النار لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه على حسب كلام وكالة الأناضول. ولذلك طوالي طلع حمدوك في لايف على أساس أنه هذا الأمر أمر السودان وأمر طيب لما أنتوا كنتوا يعني بتحيكوا في المؤامرات دي وعايزين تضربوا بالطيران الحفتري وتضربوا بالقوات القادمة من ليبيا التي لا تعرف شوارع الخرطوم، ألم يكن في الخرطوم آنذاك مواطنين حتى لا يتضرروا؟ منطق معوج، ده كلام غريب جدا. يعني انت بتتكلم عن سلامة المواطنين يا حمدوك من اللايف بتاعك، وانت تجلس في مطبخ العمالة السوداني في ابو ظبي انت ورجال المال اللي معاك، وهذا نجيب الاسماء والعواليق من الخوانات اصحاب الاجندة وتجار الدولار والريال من امثال الحرية والتغيير 3 4 طويلة، كله مدروس وكله مسجل.
ووعدت وكالة الأناضول بأنها ستنشر ملف الاجتماعات التي تمت في أبو ظبي لهذه المؤامرة. كل محاضر حتنشرها إن شاء الله. قالوا ادونا 24 ساعة هنديكم كل المحاضر. ولذلك لا بد من تجريم هؤلاء العملاء الذين يعملون ضد الجيش خارجيا وتمرد داخلي، لا بد أن يحسموا حسم تمام. لجأوا للسيناريو الآخر إنه لا بد من وقف إطلاق النار فورا، وما أدراك ما فورا. وحصل خلاف في أن يتوحد الإعلان من كل المؤسسات، لكن فرجهم الاتحاد الأفريقي بأنه ده شأن السودان إحنا ما نتدخل فيه ولا نسمح للتدخل. يعني حتى لما أطلعوا مندوب الاتحاد الأفريقي من أنه حيكون في سيناريو بتاع تدخل قوي على الجيش السوداني، رفض، قال نحن لا نسمح لأي دولة تتدخل في أمر السودان، ما نسمح خالص. ولعل الأفارقة يعني ذاقوا أمر التمردات في دول كثيرة جدا ويعرفوا هذا التمرد. لكن يا برهان المؤامرة كبيرة، لا تحسبوا. قالوا الأتراك ده وآمل أنه يكون الأتراك رفضوكم بهذه المعلومات. المؤامرة كبيرة، لا بد من تأمين الحدود الغربية والشمالية تأمين قوي جدا، لأنه دي هي الثغرة التي سيؤتى منها السودان. ولا بد من حسم العملاء الذين يجمعون المعلومات حتى عن قواتكم وتسليحكم حوالين القيادة من هؤلاء الخونة القاعدين هنا. اضربوهم بيد من حديد، اقبضوا عليهم، انصبوا لهم المشانق وهم كسر. كل من يقف مع التمرد هذا لا بد أن يحسم قبل أن تقوم الجماهير وتحسمه. هؤلاء عملاء يودون الانقضاض على السودان، فإذا انقضوا على الجيش السوداني خلاص انتهى السودان. يعني لا تفاوض. سبحان الله، شوف يعني في شعارات كده قالوها القحات دي، لكن ربنا حققها اليوم على ايدنا نحن. قالوا الجنيوي دي انحل او تدمجوا في الجيش 10 سنة، مسحنا اليوم في 10 دقائق. لا تفاوض، لا شراكة، لا ايه كده ما عارف ايه، لا مفاوضة، لا شراكة، لا ايه كده. ما المهم الثلاثة بتاعتهم دي اللي بيقولوا دي. الآن نحن نطالب الجيش يا برهان، لا تفاوض، لا محاورة، لا شراكة، لا حديث مع التمرد. حقق هذه. ويبدو أنه ده حفر الإبرة يا برهان، إبرة يبدو أنها مبروكة. ولذلك أنا أفتكر أنه لا بد من إجراءات تتابع هذا الحسم، لأنه إذا تركنا الأمور مايعة هكذا فسيأتوا لنا بسيناريوهات قديمة. أول حاجة، أول شيء إعلان حالة طوارئ فورا، اعتقال كل من عمل وحدث وكتب وقال في الميديا. ومسألة ما صعبة، أصله ما صعبة. خلي جهاز الأمن يرجع يفتح الملفات من أي زول يتكلم وقف مع التمرد ده لابد أن يحسب يا برهان. الكلام ده ما قلناه، والناس شعروا بالأمن في هذه العمالة. الدور الفات لما كنتوا بتقاتلوا في الفشقة كانوا بيطعنوا فيكم من الخلف، كانوا يطعنوا في الجيش من الخرطوم. أنتم صبرتم، ولكن للصبر حدود. هذه المرة لا بد من حسم هؤلاء العواليق، العملاء، الكرزايات، أيتام السفارات، في أنه أي ذول يتحدث في الجيش ده خط أحمر قطع راسه طوالي. ولذلك أنا بفتكر أنه الجماعة دي ما عندهم أحزاب سياسية ولا عشمانين في انتخابات ولا دارين انتخابات ولا دارين مرحلة ديمقراطية. دي الناس جولي يؤدوا أدوار محددة في أنه فرتك دولة السودان، كسر السودان، اتمزق السودان، وضيع الدولة السودانية لصالح دول أجنبية. وبعد ذلك كلهم أصحاب جوازات أجنبية. أنا وإنت يا برهان ما عندنا جوازات أجنبية، نموت في البلد اللي ندفن فيها. لكن هؤلاء أصحاب جوازات ممكن يذهبوا وما يدوا لهم من دولارات دي، يمكن يعيشوا إن شاء الله لقدام لا من يموت يعني. فهؤلاء ليسوا من أبناء السودان، وليس لهم انتماء وطني، وليست لهم يعني مثلا حسي أقول زي ياسر عرمان. أنا مستغرب حميدتي ده يعني ده زول جاهل في السياسة وجاهل في كل شيء حتى عن تاريخ السودان. أنا أكاد أقطع ذراعي إنه هذا الحميدتي سمع بياسر عرمان ده 2019 ما بيعرفه. ده زول لا عنده بيت في الخرطوم، ولا لابس له طاقية، ولا لابس له جلابية،
ولا عنده عقاب أسرة هنا يمشي له، ولا عنده قبيلة، وزوجته أجنبية، وقاتل في دولة أجنبية، ولا عنده علاقة بالسودان، ولا يعرف شيء عن السودان، عميل أكثر من أنه قتل والدماء في رقابه، ما عنده أي قيمة، وهو رأس الشؤم. والجنوبيين قالوا كده قبل كده، قالوا له أنت شربت معانا مريسة تتفضل تمشي خلاص. ده الحدث في خلال التمرد السوداء في جنوب السودان، ده نفير وكتر خيرك، يلا مشى على الحلو، سبب مشاكل للحلو. ناس الحلو طيروه مشى على مالك عذار، سبب مشاكل كمان تجيبه انت زول غنمايه ساكت، انت لا تعرف حاجه. ده زول سمسار عماله، ده زول قبيح، عنده ثروه لا تحصى ولا تعد في دول افريقيا. زول ما عنده اي حاجه، لا قبيله، لا بتعرف له قبيله، لا بتعرف له اهل، لا يوم قال عنده احباب، لا قال عنده اصحاب، ولا شفنا لابسه جلابيه سودانيه، حايم زي الكلب العقور، زي الكلب العقور، ما في حته فيها ازمه والا هو موجود فيها ليثير الازمه. ولذلك انا افتكر يعني اقتلوا فلانا وفلانا ولو تسربلوا بجدار الكعبه. اعلم يا عربان دي اخر طريقه تجي خاشيب السودان لو كنت برا، والله لو كنت جوا. اعلم المئات قالوا لو قتل ياسر عرمان لذبحنا، نذروا نذور، لذبحنا الذبائح في الشوارع ان الله سبحانه وتعالى كف عنا اذى وقتل عنا شيطانا. يا زول حميتي، انت نعجة ساكت، انت ما تعرف حاجه عن السودان. حسي اللغه اللي تكلمت بها في قناه الجزيره دي عن قائد الجيش ورئيس مجلس السياده، دي لغه يتكلم بها زول عاقل؟ انت زول متخلف. ويبدو ان التخلف في الاخر بيكون هو يعني حتف المرء يعني قالوا يعني اذا كان الفقهاء اجمعوا على ان المعصيه بعلم خير من العباده بجهل، فما بال السلم بعلم والحرب